خلود بتسأل طب حد يقول لنا نبعد عن الملل ازاي؟ لما نكون بنتعلم ألماني أو بنتعلم أي لغة لازم نعمل شوية حاجات كده تخلينا نبعد عن الملل. زي إيه مثلا؟ أول حاجة وأهم حاجة، اوعى تكبر الموضوع على نفسك، ما تقعدليش ساعتين ثلاثة تذاكر ألماني أو تذاكر مواد أو لغة. ده هيخنقك، هيحسسك إن أنت محبوس. لأ، خلي الموضوع ممتع. 10 دقايق الصبح، 10 دقايق في نص اليوم، 10 دقايق في الآخر. ده هيخفف الموضوع عليك، ما تبقاش حاسس ان انت في مدرسه. فاول حاجه 10 دقائق، ما يكترش عن 10 دقائق، ربع ساعه كده انت تمام خالص. تاني حاجه، خلي الموضوع انتراكتيف اكتر، خلي الموضوع تفاعلي اكتر. اتكلم اكتر ما تذاكر، اتكلم حتى لو بتتكلم غلط، اتكلم عشان تغلط عشان تتحسن. اتكلم مع حد، يبقى عندك زميل دراسه، دي حاجه تحفه جدا. زميل لغه تتناقش معاه او تتكلم معاه باللغه وتمارسوا اللغه سوا، دي احلى حاجه انت ممكن تعملها. تالت حاجه، استخدم تطبيقات تسهل لك المذاكره عليك. يعني انا اتكلمت عن تطبيق بوسو، في تطبيق بابل برضو نفس الفكره، بس لقيت ان بوسو ارخص فاشتغلت مع بوسو، فاهمني؟ فدي حاجات شويه تريكات انا عملتها، خففت من الملل وخلت الموضوع ممتع. انا رايح اتعلم حاجه جديده، رايح اتعلم. ممكن حتى تدمج اللغه في حاجات انت بتهتم بيها زي الكوره. شوف يا عم ماتشات في البوندسليجا، الافلام عندك دارك، اتفرج على دارك واقعد بقى يعني خد كلمات وذاكرها، بحيث انك تكون مستمتع، تكون في نفس الوقت مش مخنوق. بس وربنا يوفقك.